بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن زراعة القلقاس. الزراعة في مارس إبريل، شهر 3 و4 بنحرث الأرض حرث جيد من 2 ل 3 حرثات. كل حرثة نحرثها وبعد كده نزحف وبعد كده نحرث وبعد كده نزحف. طبعا نضيف السماد البلدي حوالي 40 متر سماد بلدي للفدان. بتقصب الأرض بمعدل 10 خطوط على القصبتين، وتمسح الخطوط على الجانبين أو من الرشتين الاتنين. طبعا بتمسح حتى الأرض المياه تكون متساوية في الخطوط حتى لا تعمل أعفان للحبوب. عمل الجور في باطن الخط عمق من 10 ل 15 سنتي، بين الجورة والأخرى من 30 ل 35 سنتي، يعني بين النبات والآخر 35 سنتي. طبعا عمق الجورة دي بنضع فيه بثم زراعة الفكوك أو البراعم أو الكرمة أو القطع القلقاس المتقطعة. بيفضل الزراعة في الجورة اللي هي القلقاس البرعم متجه إلى أعلى. طبعا بيفضل زراعة الفكوك أفضل من زراعة القطع. وإذا يعني تمت التقطيع لقرمة القلقاس بيكون القطعة فيها من 1 إلى 2 عين وتزرع متجهة إلى أعلى. طبعا بعد الزراعة بنردم الجور ديت، بنحط عليها حوالي 5 سنتي من الطين التراب، وبعد كده بنرويها بعد الزراعة مباشرة رية خفيفة سريعة حتى لا تتعفن حبوب الزراعة. بعد كده الري المنتظم بيكون من 10 ل 15 يوم في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس. بعد كده الزراعة المنتظمة يحتاج الفدان إلى 50 كيلو يوريا أو 50 كيلو نترات في الموسم، ونبات مش محب للكيماوي. طبعا بيحتاج إلى بعض الرشات زي المن والتريبس، ده رشة حشري، ممكن نرش رشة للبياض، وممكن نديله حاجة لأعفان الجذور زي كبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم أو فستيل الألمونيوم. يحتاج الفدان إلى شكارة يوريا أو شكارة نترات زي ما قلنا. المفروض نزرع زراعات مقاومة للأمراض، مقاومة للأعفان، غزيرة الإنتاج، جيدة. طبعا نبات القلقاس ده بيحتاج إلى الري الخفيف حتى لا تتعفن حبوبه. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.